تخيل إن يوم القيامة ممكن تتعذب بسبب كلام سمعته، بس ده مش أي كلام، ده كلام مكانش المفروض تسمعه أصلا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بيقول: من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة. الآنك هو الرصاص المذاب، يعني أي حد يتجسس على كلام ناس مش عايزين يسمعوا، أو يتصنت عليهم، أو يفتح مكالمة، يشغّل تسجيل، يقف يستخبى عشان يسمع الكلام، ده ذنبه كبير جدًا، وعقوبته يوم القيامة شديدة جدًا. مش كل حاجة ينفع نسمعها حتى لو الفضول بيشدك، في ناس بتفتكر إن ده عادي، بس دي عند ربنا خيانة. ربنا سبحانه وتعالى بيحمي خصوصية الناس، وإحنا لازم نحترم ده. يمكن كلمة واحدة سمعتها تكون سبب في عقاب شديد، فاسأل نفسك دايمًا: أنا باسمع بإذن والّا باتعدى على حدود غيري؟ ما تنساش تصلي على النبي. لو عجبتك الحلقة لايك واشتراك.